تمام. احنا قلنا قبل ما يقفل الميت معانا أهداف الثورة، قلنا 6. 3 منهم القضاء على الاستعمار والإقطاع والاحتكار، والثلاثة التانيين إقامة جيش وطني قوي وعدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية. الثورة قدرت تحقق هدفها؟ لا، ما قدرتش تحقق هدفها. حققت بعض أهدافها. إيه هي بقى الإنجازات اللي حققتها الثورة؟ ده اللي احنا هنعرفه. إنجازات الثورة، عندي إنجازات الثورة في 4 مجالات: مجال سياسي، مجال اقتصادي، مجال اجتماعي، مجال عربي ودولي. هناخد واحدة واحدة ونشرحها. أول حاجة مجال سياسي. يعني إيه سياسي؟ بتكلم عن أحزاب، عن دستور، إن هي ما بقتش ملكية وبقت جمهورية، اتفاقيات، زي مثلا تأميم قناة السويس. كل دي حاجات السياسية حصلت في البلد. يبقى عندي 4 إنجازات للثورة. تمام يا روان؟ معايا روان؟ روان، مع حضرتك يا مس. ايه هي انجازات الثوره يا روان؟ المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال العربي والدولي. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، انا بشكرك. عندي اول حاجه هنتكلم فيها المجال السياسي. طيب، المجال السياسي: 1. الغاء دستور 23. لغوه سنه كام؟ لغوه سنه 52. تمام كده، اللي خدناه الترم الاولاني. 2. حل الاحزاب السياسيه. حلوا الاحزاب امتى؟ سنه 53. يبقى عندي في مجال السياسي الغاء دستور 23. لغوه سنة كام؟ سنة 52. حلوا الأحزاب السياسية اللي موجودة سنة كام؟ 53. إيه اللي حصل تاني؟ إلغاء المملكة وإعلان الجمهورية. تمام؟ طب مين اللي كان ماسك ساعتها؟ أول رئيس جمهورية لمصر كان محمد نجيب. في ناس كتير قوي بتقول جمال عبد الناصر، غلط. هو أول رئيس على الورق محمد نجيب. تمام كده؟ مسك جمال عبد الناصر كان رئيس فعلي، بس اللي كان على الورق محمد نجيب، ولسه متوفي قريب محمد نجيب على فكرة. كان بياخد معاش رئيس. يبقى عندي محمد نجيب أول رئيس، مش قريب قوي يعني بس قريب بالنسبة للرؤساء اللي عاصر رؤساء كتير. يبقى عندي عينة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر سنة كام؟ 53. 4. توقيع اتفاقية الجلاء. ايه هي اتفاقية الجلاء؟ مش كانت بريطانيا موجودة في مصر؟ عملنا معاهدة 36 وقلنا لبريطانيا هتمشي، لكن هي كانت موجودة في مصر. عملت ايه بقى الثورة؟ قالت لبريطانيا تاخدي بعضك وتمشي، ما تكونيش موجودة في مصر. مشيت بس قالت ان قناة السويس هي اللي هتبقى مسؤولة عنها. فقالت لك ايه؟ هتمشي بعد 20 شهر ويسيبوا مصر. يبقى دي توقيع اتفاقية الجلاء 54. اتفاقية الجلاء دي كانت بين مين ومين؟ بين مصر والقوات البريطانية. ايه اللي حصل فيها؟ ان هي هتمشي وتسيب مصر بعد 20 شهر. رحلت فعلا عن مصر في 56. يبقى الاتفاقية قامت امتى؟ في 54. امتى اتنفذت؟ في 56 بعد احتلال استمر 74 سنة. عشان كده احنا بنحتفل بعيد الجلاء. في ناس كتير ما تعرفش احنا ليه بنحتفل بعيد الجلاء، ده سبب احتفالنا بعيد الجلاء. سادس حاجة بقى تأميم شركة قناة السويس. أصبحت شركة مصرية تحت إدارة مصرية سنة كام؟ 56. وحصلت النكسة في 56 بعد تأميم شركة قناة السويس. تمام كده؟ يبقى أنا عندي الحاجات اللي أنت لازم تعرفها في المجال السياسي: 1. إلغاء دستور 23. لغاه سنة كام؟ 52. حل الأحزاب اللي هي كانت في المملكة سنة كام؟ 53. لغى الملكية وخلاها جمهورية سنة كام؟ 53. مين اللي تعين أول رئيس جمهورية مصري؟ اللواء محمد نجيب. 4. توقيع اتفاقية الجلاء 54. بين مين ومين؟ بين مصر والقوات البريطانية. الاتفاقية دي كان فيها ايه؟ 20 شهر ويمشوا. طب امتى رحلوا بقى؟ سنة 56. احنا في الوقت ده بنحتفلوا بعيد الجلاء اللي هو 18 يونيو سنة 56 بعد احتلال استمر 74 سنة. تأميم شركة قناة السويس، أصبحت شركة مصرية تحت إدارة مصرية سنة 56. مع إن بريطانيا قعدت 74 سنة، لكن المصريين ما اكتسبوش أي حاجة من اللغة الإنجليزية. يعني أنت لو تشوف كده في أماكن كانت مثلا فرنسا محتلية أماكن، بقت اللغة الأساسية بتاعتهم اللي هي اللغة الفرنسية. لكن عندنا في مصر ما اكتسبناش أي لغة أو أي حاجة، مع إنهم استمر الاحتلال 74 سنة. نسأل الناس كده في المجال السياسي.
نقول ادم. ادم، يا ادم، انت مش سامعني ولا ايه؟ سامعني يا شباب ولا لا؟ ايوه اه ميس. مس. سامعينك يا تمام. مس. تمام طيب. ايه يا ادم؟ قول لي المجال أيوة. السياسي، عايزه واحده بس. وكانت سنه كام؟ نعم ميس. المجال السياسي، انجازات الثوره في المجال السياسي. حل الأحزاب السياسية سنة 53. الله يفتح عليك، تمام. فاطمه. أيوة مس. ايه تاني في المجال السياسي؟ أم... إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. تمام. الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه. كان مين اول رئيس جمهوريه لمصر؟ اللواء محمد نجيب اللواء محمد محمد نجيب. نجيب. سنه كام؟ 1953. 53. الله يفتح عليك، تمام. يوسف. إلغاء الدستور 1923 سنة 52 الله ميلاد. يفتح عليك، الله يفتح عليك، انا بشكرك يا يوسف. احمد. تميم مع شركة قناة السويس. تمام. سنة كام؟ 1956. الله يفتح عليك يا احمد، انا بشكرك. ندى. نعم. ايه تاني يا ندى؟ هما قالوا الغاء الدستور وحل الاحزاب والغاء الملكيه وتاميم قناه السويس. ايه تاني؟ ورحيل القوات البريطانية من مصر وتوقيع اتفاقية الجلاء. الله يفتح عليك، تمام. اتفاقيه الجلاء كانت سنه 54، ورحيل القوات البريطانيه عن مصر 56. تمام كده. يبقى عندي المجال السياسي ست حاجات. واحد، الغاء دستور 23، لازم ابقى عارفه اتلغى امتى. 52، حل الاحزاب السياسيه، ممكن يجيب لك اختيارات سنه 53. الغوا الملكيه واعلنوا الجمهوريه وعينه محمد نجيب اول رئيس جمهوريه 53. توقيع اتفاقيه الجلاء سنه 54. 20 شهر ويمشوا. امتى اتنفذت؟ راحوا له امتى فعليا؟ سنة 56، بعد احتلال الصومال 74 عام. وكان ده اسمه عيد الجلاء، اللي هو 18 يونيو سنة 56. رقم 6، تأميم شركة قناة السويس، أصبحت شركة مصرية تحت إدارة مصرية في 56. طيب، عندي بعد كده المجال الاجتماعي، دي اللي احنا بنتكلموا عليها، دي إنجازات الثورة. عندي بعد كده المجال الاجتماعي. ايه اللي حصل؟ خد بالك، ممكن يجي لك سؤال هنا يقول لك الغاء دستور 23، ده مجال اجتماعي ولا مجال اقتصادي ولا مجال سياسي؟ تبقى انت عارف، ما تلخبطش الدنيا. لازم تذاكر الدرس ده كويس جدا بعد ما نخلصوه. عندي مثلا الغاء الدستور، ده مجال ايه؟ مجال سياسي. توقيع اتفاقية الجلاء، هتلاقيه بين قوسين كده كاتب لك مجال اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي. هتقول له مجال سياسي. رحيل القوات البريطانية مجال سياسي. تأميم قناة السويس مجال سياسي. تمام. عندك بعد كده الاجتماعي. عندي الاجتماعي ستة. واحد، القضاء على الإقطاع. اتنين، مجانية التعليم. ثلاثة، إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. أربعة، تحديد ساعات العمل. خمسة، إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمواطنين. ستة، منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة. تمام. يبقى عندي في المجال الاجتماعي عندي ست حاجات: قضوا على الإقطاع، مجانية التعليم، تمام، إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، تحديث ساعات العمل. كان زمان في استبداد، الفلاح بيشتغل من الصبح لبالليل، أو العامل قال لك لا، في ساعات عمل معينة للناس تشتغل فيها. عملوا تأمينات للناس اللي شغالة، تمام كده، ومعاشات، إن هو بعد ما يطلع ويخلص مدته يبقى ليه أجر يقدر إن هو ياكل ويعيش منه. منح المرأة حق الانتخاب والترشح سنة 56. يبقى عندي في المجال الاجتماعي هيسألك، يقول لك القضاء على الإقطاع. إزاي قضوا على الإقطاع بقى؟ قال لك أول حاجة، أصدروا قوانين في الأول إن هم يقسموا الأراضي الزراعية دي، بحيث إن مثلا احنا قلنا الإقطاع ده إن واحد بس بيفرض سيطرته على قطعة كبيرة من الأرض. قال لك لا، البني آدم ده هناخده من الأرض بتاعته وهنفرقها على الفلاحين، كل واحد ياخد جزء وكمان يتملكها. تمام.
يبقى عندي القضاء على الإقطاع، صدر قانون الإصلاح الأول، خد بالك، في سبتمبر 52، وبعد كده صدرت قوانين تانية. آخر حاجة بقى وصلوا لها إن كل واحد يبقى عنده 50 فدان، تمام كده، مما زاد تملك الفلاحين من الأراضي الزراعية. يعني اللي كان عنده كل الفدادين دي خد 50 فدان بس، زي الفلاح البسيط اللي كان شغال عنده. مجانية التعليم، طبعا كلنا عارفين مجانية التعليم، خصوصا ان عندي ثانوية عامة، تمام. تالت حاجة إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. بقى في وحدات تعالج الناس وجمعيات زراعية تساعد الناس وتخلي الفلاح ازاي يزرع. زمان ان هو يجيب الحاجة المستلزمة للزراعة، يعني زمان كانت الناس اللي هي بتاخد الأرض بكميات كبيرة كانت بتدي الفلاح الحاجات دي وهو يستخدمها، تمام. لكن بعد كده ما دام الارض بقت ملكه فهو اللي المفروض يروح يجيب الحاجات دي، فعملوا له جمعيات زراعيه. تحديث ساعات العمل، واشرك العمال في مجلس اداره الشركات، تمام، والمصانع، وتحديد نسبه ارباح لهم. خلى العامل يشارك في المصنع او الشركه اللي هو شغال فيها، وما دام شارك يبقى ليه في نسبه من الارباح. وزي ما قلنا عملوا تامينات ومعاشات، ومنحوا المراه حق الانتخاب. يبقى نقول تاني، يبقى عندي المجال الاجتماعي عندي 6 حاجات. واحد، القضاء على الاقطاع، وقلناه ازاي، مجانيه التعليم، اقامه الوحدات الصحيه والجمعيات الزراعيه، تحديد ساعات عمل، إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات المواطنين والعمال، و6، منح المرأة حق الانتخاب. المجال الاجتماعي ده مهم جدا، بيجي في الامتحان كتير، بالذات اللي هي رقم 6، منح المرأة حق الانتخاب والترشيح لمجلس الأمم سنة 56. هيقول لك ده في أنهي مجال؟ هتقول له مجال اجتماعي. طب القضاء على الإقطاع ما تقولش سياسي، مجال اجتماعي، لأن ده بيخص الأكل والشرب، تمام. مجال اجتماعي بيخص الحالة الاجتماعية بالنسبة للفرد، كان فقير ومقلهوب ما عندهوش أرض، دلوقتي بقى غني وعنده 50 فدان، تمام كده. يبقى دي المجال الاجتماعي، تمام. نسأل الناس. يمنى. مع حضرتك يا مس. ايوه يا يمنى، المجال الاجتماعي، ايه هي انجازات الثوره في المجال الاجتماعي؟ قولي 3 بس. القضاء على الإقطاع، الله يفتح عليك. منح المرأة حق الانتخاب، منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة الله يفتح عام عليك. 1956 ميلاديا، إقامة تمام. الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. الله يفتح عليك، انا بشكرك يا يمنى جدا، شكرا ليكي. روان. روان. نعم يا مس. ايوه يا روان. يمنى قالت القضاء على الاقطاع ومنح المرأة حق الانتخاب، تمام كده، ومجانية التعليم. ايه تاني؟ آه، على مهلك. قولي اللي انت عارفاه، المجال الاجتماعي، الانجازات الثوره بالنسبه للمجال الاجتماعي، قولي اللي انت عارفاه. تحديد ساعات العمل، تمام، الله يفتح عليك، تحديد ساعات العمل بالنسبه للعمال. التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمواطن والعمال. تمام. 6، منع المرأة حق الانتخاب والترشيح مجلس لمجلس الأمة الأمة. في 56، تمام. لو جه سألك، تمام، لو جه سألك قال لك المجانية التعليم في أي مجال، هتقول مجال اجتماعي. القضاء على الإقطاع مجال اجتماعي. إقامة وحدات صحية مجال اجتماعي. تحديث ساعات العمل مجال اجتماعي. منح المرأة حق الانتخاب، كل ده مجال اجتماعي. يبقى عندي إنجازات الثورة، قلنا مجال سياسي واقتصادي واجتماعي وعربي ودولي. السياسي زي ما قلنا 6 حاجات: إلغاء الدستور 23، حل الأحزاب السياسية، إلغاء الجمهورية، إلغاء الملكية آسفة وإعلان الجمهورية، توقيع اتفاقية الجلاء 54، رحيل القوات البريطانية 56. ما تتلخبطش، هيقول لك رحيل القوات البريطانية 54، قول له لا، رحلت فعليا سنة 56، تمام كده. تأميم شركة قناة السويس. طب بالنسبة للمجال الاجتماعي، القضاء على الإقطاع. 2، مجانية التعليم، إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية عشان تساعد الفلاح، تحديد ساعات العمل وخلوا العمال تشارك في الشركات، تمام، ويكون لهم نصيب في الأرباح، إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمواطنين والعمال، ومنح المرأة حق الانتخاب في الترشح لمجلس الأمة سنة 1956. عندي بقى المجال الاقتصادي، احنا قلنا المجال السياسي والاجتماعي، عندي المجال الاقتصادي. عملوا ايه بقى؟ قال لك عايزه توسع في الارض الزراعيه، فعملوا ايه؟ راحوا استصلحوا الصحراء،
تمام كده. ليه؟ عشان يزيدوا رقعة الأرض الزراعية. يبقى عملوا إيه بالنسبة للزراعة؟ ما دام مجال اقتصادي، عندي 3 حاجات لازم أتكلم فيهم، خدناهم قبل كده. مجال اقتصادي لازم أتكلم في 3 حاجات: زراعة وصناعة وتجارة. وما دام الزراعة والصناعة كويسة، يبقى أكيد التجارة هتبقى كويسة. يبقى عندي لما أتكلم في مجال اقتصادي بتكلم في 3 حاجات: زراعة وصناعة وتجارة. عندي الزراعة كويسة والصناعة كويسة، أكيد التجارة هتبقى كويسة. تمام كده. أول حاجة عندي الزراعة، التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية. ليه؟ عشان يسيدوا رقعة الأرض الزراعية. عملوا إيه تاني؟ إنشاء السد العالي، تم إنجازه، خد بالك، خلصوه إمتى؟ في 71. حماية البلاد من خطر الفيضان. طب أنا ليه عملت السد العالي؟ زمان قبل السد العالي، لو حد عنده قريبه في أسوان أو حاجة، قبل السد العالي كان بتيجي المية عالية جدا، فكانت بتغرق الأماكن دي كلها. فعمل السد العالي عشان يحمي الناس اللي موجودة ورا ظهر السد من الفيضانات، كان بيغرق قرى كاملة. وكمان او حاجه تانية، وكمان كان في اوقات بتيجي في الصيف، كان بيبقى الحر شديد، ما كانش فيه ميه، كان عايز يسقي الارض الزراعيه دي. قال لك كمان عشان اخزن الميه. وحاجه تالتة عشان يولد الكهرباء. ضغط الميه لما بيحصل في الشلال، بيشغل التربونات، فبيولد لي كهرباء. تمام كده. يبقى عندي الزراعه اتوسع في استصلاح الاراضي الصحراويه. ليه؟ عشان يزيد رقعه الارض. تاني حاجه ايه؟ انشأ السد العالي. أنشأه إمتى؟ 71. طب ليه أنشأ السد العالي؟ عشان يحمي البلاد من خطر الفيضان، عشان يخزن مية، يولد كهرباء. تمام؟ يبقى الزراعة عندي 2: التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية. إنشاء السد العالي ثم إنجازه في 71. طيب أنجزه في 71 ليه؟ أقول له عشان 3 حاجات: حماية البلاد من الفيضان، تخزين المية، توليد الكهرباء. تمام؟ نسأل روان. مع روان. حضرتك يا مس. ايوه يا روان. ليه انشأنا السد العالي؟ إنشاء السد العالي، ليه؟ عشان 3 حاجات: ايه وايه وايه؟ حماية البلاد من الفيضانات تمام، وايه تاني؟ والفيضان، وتخزين المياه، وتوليد الكهرباء. الله يفتح عليك. تمام. يمنى. تخزين. تمام صح، الله يفتح عليكي. تمام. تمام كده، الله ينور. يمنى. مع حضرتك يا مس. في المجال الاقتصادي، قلنا في الزراعة ايه هي الانجازات اللي عملتها الثورة في الزراعة؟ 2: ايه هما؟ توسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، الله يفتح عليك. وإنشاء وبناء السد العالي، تم إنجازه 1971 ميلادي. الله يفتح عليك، انا بشكرك يا يمنى، الله يفتح عليك. تمام. عندي الصناعة بقى. عمل ايه بقى هو في الصناعة؟ انشأ العديد من المصانع. زي مين؟ عندك مصنع الحديد والصلب في حلوان، يبقى انشأ العديد من المصانع: مصنع الحديد والصلب في حلوان، مصنع الأسمدة في أسوان. تمام كده. تاني حاجة: اهتم بالتعليم الصناعي. 3: اهتم بقى بالبحث عن ايه؟ عن البترول. تمام. وإنشاء معامل لتكرير البترول. كان ساعتها أسباب سياسية خلته يعمل كده. تمام. مش عايزه اخش في تفاصيل عشان الناس ما تتوهش مني. يبقى عندي الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول، وانشاء معامل لتكرير البترول. يبقى عندي الصناعه، انشا مصانع كتيره، منها ايه؟ مصنع حديد والصلب في حلوان، مصنع الاسمده في اسوان. الاهتمام بالتعليم الصناعي، الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول. يبقى عندي في الصناعة عمل مصانع كتير: مصنع حديد والصلب في حلوان، مصنع الأسمدة في أسوان. إيه تاني؟ 2: الاهتمام بالتعليم الصناعي. 3: الاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول، وإنشاء معامل لتكرير البترول. طبعا ساعتها عشان يشغل الطيارات ويقدر إن هو يحارب، لأن البترول ساعتها كان مهم جدا، زي السلاح. كان ساعتها كان في سياسات أخرى، يعني مثلا كانت السعودية معانا، لكن هو كان بيدور إن هو يستقل بنفسه بالنسبة للبترول. تمام كده؟ طيب يبقى عندي زي ما قلنا في الصناعة. يا ندى. ندى. نعم. عمل إيه في الصناعة يا ندى؟ إيه هي إنجازات الثورة في الصناعة؟ أنشأ مصنع جديد تمام.
الصلب في حلوان، ومصنع تمام. الأسمنت في أسوان، و... الله يفتح عليك. وايه تاني؟ والاهتمام بالتعليم الصناعي، والاهتمام بالبحث. والبحث والتنقيب عن البترول. تمام. يبقى عندي في المجال الاقتصادي قلنا الزراعة اتوسع في استصلاح الأراضي وأنشأ السد العالي. الصناعة عمل مصانع كتير زي الحديد والصلب في حلوان، وكمان عمل مصنع الأسمدة في أسوان. اهتم بالتعليم الصناعي والاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول. بالنسبة للتجارة بقى عمل ايه؟ فتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات المصرية. تمصير البنوك يعني ايه؟ كان ساعتها كل الحاجات اللي هي ذات قيمة في مصر كان أصحابها أجانب، زي البنوك، شركات التأمين، الاستيراد والتصدير. عمل إيه بقى؟ هو خد كل البنوك دي وخلاها مصرية، خلاها مصرية. تمام كده. يبقى عندي بالنسبة للتجارة فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق المنتجات المصرية. تمصير البنوك، شركات تأمين، شركات استيراد وتصدير. تمام. يبقى عندي في التجارة فتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات المصرية، ومصر البنوك عندي والشركات وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. ده بالنسبة في المجال الاقتصادي. طيب آخر حاجة معانا بقى المجال العربي والدولي. طيب المجال العربي والدولي عمل ايه لما حصل ان الثوره قامت وبقت مصر من ملكيه لجمهوريه. الدول العربيه كانت محتاجه مصر جدا، فساندت دول عربيه كتير وافريقيه. ليه؟ عشان تنال استقلالها. تمام. ساندوا الشعب الفلسطيني وحاولوا ان هو يقيموا دوله مستقله كانت عاصمتها القدس الشريف. يبقى عندي المجال العربي: واحد، مساندة الدول العربية والإفريقية لنيل الاستقلال. مساندة الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها إيه؟ القدس الشريف. تحقيق أول تجربة للوحدة العربية. إزاي؟ بين مصر وسوريا في 58. تمام كده؟ طبعا حصلت مشكلة في 73. لكن احنا بنتكلم دلوقتي تحقيق أول تجربة للوحدة العربية بين مصر وسوريا في 58. 4. كسر احتكار السلاح العالمي. يعني إيه؟ كانوا زمان ما بيشتروش غير من مين؟ من الولايات المتحدة. لكن جه جمال عبد الناصر اشترى من مين؟ من الاتحاد السوفيتي اللي هو سوريا دلوقتي، اللي هي إيه؟ الأسلحة الشرقية. تمام؟ مالكش دعوة بالقصة دي كلها أنا بقولها، المهم تبقى عارف. كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. انا بربط لك الموضوع بقصه عشان تفتكر. تمام. يعني عندك يبقى كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقه الاسلحه الشرقيه. يقصد ايه؟ يقصد ان احنا ان هي مصر اشترت من روسيا، وساعتها كان الاتحاد السوفيتي سلاح كان كله بيشتري من مين؟ من امريكا. زي ما احنا قلنا فوق عدم الانحياز، فكانت مصر كانت منحازه اكتر لروسيا، او روسيا كانت منحازه اكتر لمصر. تمام. هما فعلا كانوا عاملين حاجه اسمها عدم الانحياز، لكن كان في انحياز في الوقت ده بسبب ان الولايات المتحده كان بتساند اسرائيل. يبقى عندي كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. مين هي الشرقية؟ بيتكلم عن الاتحاد السوفيتي ساعتها اللي هو اتفك واسمه روسيا دلوقتي. 5. المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز مع الهند. تمام كده؟ ويوغوسلافيا سابقا. تمام. واندونيسيا. اندونيسيا ايه اللي حصل فيها بقى؟ عملوا مؤتمر اسمه باندونج 55. يبقى ان هم المساهمه في تشكيل حركات عدم انحياز مع مين ومع مين ومع مين؟ مع الهند ويوغوسلافيا. تمام كده. وعملوا في اندونيسيا مؤتمر اسمه باندونج في 55. المطلوب منك انك تعرف الحاجات دي بس، مش لازم تفاصيل. يعني عندك المجال العربي هيجي كده في الامتحان يقول لك مساندة الدول العربية والأفريقية لنيل الاستقلال. ده مجال ايه؟ اقتصادي ولا اجتماعي ولا سياسي ولا مجال العربي والدولي؟ في ناس كتير بتكتب سياسي، غلط. مجال العربي والدولي. عشان كده بقول لك لازم تبقى عارف الحاجات دي كويس جدا. تمام كده. يبقى عندي المجال العربي والدولي مساندة الدول العربية والسياسية لنيل الاستقلال، هقول له مجال عربي ودولي. طب مساندة الشعب الفلسطيني مجال عربي ودولي. تحقيق أول تجربة عربية بين مصر والسودان عربي ودولي برضو. كسر احتكار السلاح عربي ودولي. تمام كده. يبقى عندي في المجال العربي والدولي 5. مساندة الدول العربية الأفريقية، مساندة الشعب الفلسطيني،
تحقيق أول تجربة للوحدة العربية بين مين ومين؟ مصر وسوريا. كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. 5. مساهمة في تشكيل حركات عدم الانحياز. هيقول لي هاتي مثال، هقول له مع الهند مثلا. وكمان انعقاد مؤتمر باندونج في أندونيسيا سنة 1955. في تعريف عليك برضو. ايه هو عدم الانحياز؟ عدم الانضمام الى اي من الكتلتين الشرقيه او الغربيه. ايه هي الشرقيه؟ الاتحاد السوفيتي. وايه هي الغربيه؟ الولايات المتحده. يبقى ايه هو عدم الانحياز؟ ان انا ما انضمش ولا الكتله دي ولا الكتله دي، الشرقيه ولا الغربيه. تمام. ما تكتبش في الامتحان الشرقيه الاتحاد السوفيتي والغربيه الولايات المتحده، انا كاتباها بفهمك. انت عليك بس عدم الانضمام الى اي الكتلتين الشرقيه والغربيه فقط. تمام كده. نسال احمد. احمد. حضرتك يا مس. ايوه يا احمد، ايه المقصود بعدم الانحياز؟ عدم الانضمام إلى أي من الكتليتين الشرقية أو الغربية. تمام، الله يفتح عليك. يوسف. نعم يا مس. المجال العربي والدولي، ايه انجازات الثوره فيه؟ قول لي اتنين بس. مساندة الدول العربية والأفريقية لنيل الاستقلال. تمام. مساندة الشعب الفلسطيني على في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. شكرا، كتر خيرك. او مساندة الشعب الفلسطيني، بس مش لازم تكمل الجمله كامله. هو اكتر وقت بيجي اختيارات. آه فاطمه. أيوة. قولي واحده بس، المجال العربي والدولي. أم كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. الله يفتح عليك يا فاطمه. ادم. يا ميس. ايوه ادم، قول لي واحده بس في المجال الدولي العربي. آم، كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. تمام يا ادم، انا بشكرك. هراجع بسرعه عشان هسال بسرعه عشان فاضلنا 10 دقائق. الدرس ده من فضلكم يتذاكر كويس جدا. هعمله امتحان لوحده والله الحصه الجايه. تمام. عشان في دش كتير، في حفظ كتير. تمام كده. هراجع بسرعه عشان هسال الناس تركز معايا. عندي ثوره 23 يوليو سنه 52. مين اللي قام بيها؟ تنظيم اسمه تنظيم الضباط الاحرار. أسس تنظيم الضباط الأحرار جمال عبد الناصر. أهداف الثورة: القضاء على الفساد، تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. دي أهداف إيه الثورة؟ أحداثها كانت في صباح 23 يوليو 52. تحرك الضباط الأحرار، سيطروا على القاهرة واسكندرية، سيطروا على القاهرة كلها. وأول دار سيطروا عليها هي الإذاعة المصرية. ليه؟ عشان يذيعوا بيان بصوت محمد أنور السادات وباسم اللواء محمد نجيب إن هم سيطروا على جميع القطاعات المصرية. طب مطالب الثورة بالنسبة للملك فاروق: التنازل على العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني، وكم طفل كان رضيع. مغادرة البلاد قبل الساعة 6 من يوم 26، عطوله 3 أيام مهلة. وافق. ليه وافق؟ بما تفسر. لأنه أدرك إن الجيش والشعب بيكرهوه، وكمان الإنجليز ما وقفوش جنبه. اختلفت الآراء بين إن هي اكتسبت أهمية بسبب الحركات، إن هي ساعدت شعوب أخرى إن هي تدور على استقلالها، ورأي آخر قال لك لا، الثورة دي قايمة من زمان، من أيام الثورة العربية وثورة 1919 حتى الثورة الأخيرة. طيب عوامل بقى قيامها، قيام الثورة. أنا هسأل الناس تركز معايا. عوامل قيام الثورة: استمرار الاحتلال البريطاني، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين، فساد النظام الملكي، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، تدهور الحياة الاقتصادية لمصر، وسوء الأحوال الاجتماعية. طيب استمرت الاحتلال البريطاني، أو كل واحدة من دول عليه سؤال. هيقول لك دلل. استمر الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية. هقول له ايه؟ بسبب معاهدة 36. هيقول لي ازاي؟ هقول له قامت القوات البريطانية بحصار قصر عابدين. مش لازم تقول له التاريخ لو مش فاكره. لإجبار الملك فاروق على تعيين مين؟ مصطفى النحاس. طيب بما تفسر هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. هقول له: واحد، دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. اتنين، عدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا. بيقول لك النظام الملكي كان فاسد. ليه؟ هقول له بسبب استبداد الملك فاروق وانتشار الرشاوي. طب عدم وجود حياة ديمقراطية.
بما تفسر ليه بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني، فزاد النظام الملكي، فساد الأحزاب السياسية. بما تفسر تدهور الحياة الاقتصادية في مصر، هقول له بسبب إن بريطانيا خلت مصر ميدانا للحرب، فحرب هي ملهاش فيها. طيب بسبب استنزاف الموارد دي بقى، إيه النتائج اللي ترتبط إن بريطانيا بتستنفذ الموارد المصرية؟ هقول له أرهق الاقتصاد المصري وزاد معاناة أفراد الشعب. سوء الأحوال الاجتماعية في مصر بسبب الصراعات السياسية. ظاهرة الإقطاع زي ما قلنا خلت فئة صغيرة تستبد وتتملك. أهداف الثورة عندي القضاء على الاستعمار، قضاء على الإقطاع، قضاء على الاحتكار، إقامة جيش قوي، إقامة عدالة اجتماعية، وحياة ديمقراطية. الثورة حققت أهدافها كلها؟ لا، حققت بعض منها. فهيقول لي يجي يقول لي إيه هي إنجازات الثورة؟ إنجازات الثورة مهمة جدا، بتيجي كتير. عندي إنجازات الثورة 4: سياسي واقتصادي واجتماعي وعربي. طب عندي في السياسي، خد بالك ما تتلخبطش، هيجي يقول لك إلغاء الدستور، هيقول لك سياسي ولا اجتماعي، تقول له سياسي. يبقى عندي السياسي إلغاء دستور، حل أحزاب سياسية، إلغاء ملكية وإعلان جمهورية، توقيع اتفاقية الجلاء، رحيل القوات البريطانية، تأميم قناة السويس. رحيل وتأميم في نفس السنة اللي هي 56. عندي مجال اجتماعي، قضاء على الإقطاع، مجانية التعليم، إقامة وحدات صحية وجامعات زراعية، تحديث ساعات عمل، إصدار قوانين التأمينات التشريعية. مهمة جدا منح المرأة حق الانتخاب وترشيح المجلس. مجال اقتصادي عندي 3: زراعة وصناعة وتجارة. زراعة، وسعوا الأراضي الزراعية إزاي؟ استصلاحوا الصحراء. أنشأوا السد العالي، ليه؟ عشان يحموا البلد من الفيضان، يخزنوا مية، يولدوا كهرباء. الصناعة عملوا إيه؟ أنشأوا عديد من المصانع، زي مين؟ مصنع الحديد والصلب في حلوان، مصنع الأسمدة في أسوان. اهتموا بالتعليم الصناعي، واهتموا كمان بالبحث عن البترول. تجارة، فتحوا سوق خارجي لتسويق المنتجات، ومصروا كمان الشركات والبنوك وشركات التأمين. المجال العربي، مساندة العرب، الدول العربية والأفريقية لنيل الاستقلال، مساندة الشعب الفلسطيني، تحقيق أول تجربة للوحدة العربية، كسر احتكار السلاح العالمي، المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز. وهيقول لي يعني إيه عدم الانحياز؟ هقول له عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين، الشرقية أو الغربية. تمام؟ نسأل الناس بسرعة. أيوة يا يوسف، عايز تقول إيه؟ جزم السجاوي. تمام ماشي، نبدأ بيك ما دام أنت رفعت إيدك. حاضر. أسس تنظيم الضباط الأحرار على يد جمال اه، عبد الناصر. الله يفتح عليك. تمام. فاطمة. أيوة مس. أجبر الملك فاروق على تعيين نقط رئيسا للحكومة المصرية سنة 42: محمد نجيب ولا جمال عبد الناصر، أنور السادات، مصطفى النحاس؟ سؤال رقم 2. محمد نجيب. محمد نجيب. بصي، أجبر الملك فاروق على تعيين، احنا قلنا لما بريطانيا حصرت قصر الملك فاروق وأجبرته عشان دستور 36. مين خدناه الترم الأولاني؟ محمد نجيب ولا مصطفى النحاس؟ مصطفى النحاس يا مس. مصطفى النحاس. تمام. ايه ده؟ ايوه ماشي. تم إذاعة بيان ثورة 23 يوليو 52 في دار الإذاعة، وقام بإلقائه مين؟ أنور السادات ولا جمال عبد الناصر ولا محمد نجيب؟ جمال عبد الناصر. البيان، اه بيان الإذاعة، مين اللي ذاعه بصوته؟ أم... ده لسه كانوا قايلين يعني، حتى معلومة معروفة، مين اللي ذاع البيان بصوته؟ جمال عبد الناصر ولا أنور السادات؟ السادات. السادات. تمام. أحمد. حضرتك يا مس. أصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري عقب توقيع معاهدة 36 ولا مغادرة فاروق البلاد ولا إلغاء النظام الملكي ولا البيان الأول للثورة؟ بين أول الثورة الله يفتح عليك يا يا أحمد. مس. ندى. ندى، عشان الوقت يا ندى، نعم. أصحابك يجاوبوا. إنشاء جيش وطني قوي كأحد أهداف ثورة 52، كان الدفاع الرئيسي له إيه؟
إنشاء جيش قوي، أنا عايزة أنشئ جيش قوي. الصراع بين الأحزاب ولا هزيمة في حرب فلسطين؟ ها. هزيمة حرب فلسطين. الله يفتح عليكي، تمام. يمنى. مع حضرتك يا مس. يعد من إنجازات ثورة 23 يوليو في المجال السياسي، ده اللي أنا بتكلم عنه. بيجي كتير الناس تعرف لي، أنت لو ما جبتيش عليه مش مشكلة لأن الدش كتير أنا عارفة. يعد. تأميم شركة قناة السويس. الله يفتح عليكي، أنا بشكرك جدا جدا. روان. شكرا مس. نعم. بناء السد العالي من إنجازات الثورة، اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي؟ اقتصادي. الله يفتح عليك، انا بشكرك جدا. يوسف. احنا هنشتغل لحد ما الميت يقفل، الواجب والبي دي اف هننزله والحصص مسجله، تمام. الناس تذاكر الدرس ده كويس جدا، هعمل امتحان عليه المره الجايه، تمام. في نقط كتير يتذاكر كويس. يوسف. نعم يا مس. يعتبر من انجازات ثوره 23 يوليو في المجال الاجتماعي